مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا كلكم كويسين واحلامكم يا رب تكونوا على طريقة انها تتحقق، وكل واحد نفسه فيكم في دعوة حلوة ونساها، بس ربنا ما نساهاش وحقق حاله يا رب. اللهم امين لينا جميعا. النهارده بقى انا طالعه اتكلم عن الكورس اللي انا بديه، او مش هقول كورس، انا هقول هو رحله حياه حلوه. نهايتها كل حاجه جميله ممكن تتخيلها، من احساسك بثقتك بنفسك بيتغير، واعتزازك بنفسك ان انت محارب او محاربه قويه قدرت وهتقدر ان انت اخدت CPA، من احساسك وانت داخل الشغل لشركة نفسك كنت تشتغل فيها من زمان وما كنتش متخيل انت ممكن تدخلها، واحساسك بنفسك كده وانت فيها وطالع الاسانسير في اول يوم في الشغل، لما حد يسألك انت بتشتغل فين تقول له بشتغل في مثلا PricewaterhouseCoopers، كل اعتزاز وتلاقي نظرة الاعجاب من كل اللي حواليك. برافو يا بطل، قدرت تعملها. احنا بقى او انا دوري ان انا اوريك ازاي تحقق حلمك وتحققه بالطريقة الهادية اللي ننبسط بيها. هي محتاجة جهد بس جهد اخرته تحقيق حلم جميل. طيب ازاي بقى يا ست ريام او يا ريام هانم هتساعديني ان انا احقق حلمي في CPA؟ ازاي يا ريام هتساعديني ان انا احقق حلمي في CPA؟ وازاي يا ريام هتجنبيني غلطات الماضي اللي انتي شفتيها من الانستراكتورز بتوع زمان؟ وازاي هتسهلي الموضوع عليا؟ يا ترى هتقدمي لي ايه مختلف؟ اول حاجة هقدم ان انا بحبكم كلكم، الحب. لما اللي قدامك مفيش اقوى في الدنيا من قوة الحب، فلما قدامك بيحبك في الله وعايزك ان انت تحقق حلمك ويشوف الفرحة في عينيك ان انت هتعدي، مش بالنسبة له انت مش محفظة فلوس، يعوذ بالله، لا، مش بالنسبة له ساعة وساعتين هيدرسها لك وينسى، لا والله، انت بالنسبة له روح انسان كريمة ربنا كرمه وقال لنا خدوا بالكم من بعض وخليكوا سند لبعض. في الكورس ده هتلاقي السند، وهتلاقي اللي يحبك ويؤمن بحلمك ويقولك يلا برافو، يلا قوم، هتكمل وهتقدر، ويفكرك دايما ان ربنا شغلته حبيبي هي تحقيق الاحلام، والله ممكن هيبقى ممكن، وانا هساعدك فيه ان شاء الله. ده مش ظني، ده يقيني برب رحيم كريم غير الأقدار كلها عشان يسعدني وابقى USCPA holder. عقبالك انت كمان تاخدوها وتاخدوا اللايسنس. انا عارفة ان ممكن ده ما يبقاش بروفيشنال قوي، بس والله انا وعد الطلاب بتوعي لما ينجحوا هزغرط لهم. لازم افرح كأي ست مصرية اصيلة، ده مفيش فيه هزار. بصوا بقى ازاي ان احنا هساعدك. اول حاجة ان المجموعة 3 بس، مش 30 و35، والله هي 3 بس. ليه؟ علشان مش الهدف الكسب المادي، الهدف تحقيق حلم بني ادم، وان احنا نديله الفرصة لتحقيق الحلم ده، مش ان احنا نخنق حلمه ومبقاش عنده فرصة ليه اللي هو الفرار. الحاجة التانية انا ما بقعدش مفيش حتة 6 ساعات و5 ساعات، لا مفيش. احنا بنتعامل بالحسنى، والحسنى ان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا حبيبك وحبيبي خلى ان البني ادم ما بيقدرش يركز اكتر من ساعة بس، ما يقدرش. لو حضرتك اينشتاين نفسه
فاحنا الكورس عندنا بتاخد ساعة وبناخد بريك ربع ساعة وبعدين بناخد ساعة كمان، ما بتاخدش اكتر من 2 أو 3. طيب ايه تاني يا ريهام؟ تاني ان احنا في اكتر الاماكن اللي هي ممكن تكون اماكن قوية وعالية ما بيدرسوش الكورس كله، بيعمل سكيبنج لبعض بارتس عشان عايز يلحق، لانه عايز يخلص. احنا ما عندناش كده، انا ما عنديش كده. انا بشرح كل حاجة، بشرح كل يعني بالكلمة بتتشرح، وحتى الاجزاء اللي فيها في الكورس معتمد ان انت عندك اكسبيرينس قوية، فبالتالي هتعرف بعض الميثودز او تعرف بعض الاكاونتنج تريتمنتس وهو مذاكرها ومر عليها مرور الكرام. بيبقى فيه هاند اوت، بيبقى فيه اكزامبلز بديها لك تقراها، ولو في حاجه واقفه لك انا بوريها لك. الحاجه التانية بقى ودي المهمه جدا، طريقه الشرح. مش بقولها لك stated facts، لا، برضو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا مش جايه يعني ريكوردر وحضرتك قاعد بتسمعني، لا طبعا. انا بشرح الكورس بفضل ربنا الحمد لله ان انا بحكي قصص، والقصص دي بتفضل في دماغك. طب القصص دي هتفيدني بايه يا ريهام؟ طب ما انت كده يا ريهام واحنا ممكن ناخد وقت اطول في الشرح، ده صحيح، بس خد بالك زي بالظبط السهم، ان انت لما بترجعه لورا ممكن غيرنا ربنا يهديهم ويصلح حالهم يخلصوا اسرع، بس احنا هنصيب الهدف اكتر، ونتمنى برضه هم يصيبوا الهدف اكتر، اللهم امين. بلاش المقارنه من الشيطان. بس الفكرة حتة ان انت ما نبقاش حاجة متلهوجة ويلا بسرعة عشان نلحق نخلص. صدقني انت مش بالنسبة لي، انت مش محفظة، يعني مش عايزة اخلص الكورس واخد غيرك عشان اكسب، ده هزار، ده مش بحس فيه ان ده نوع من انواع الانسانية. فبالتالي بتقعد مرتاح لو انت جروب هما 3. بحترم انسانيتك ان انت ما تقدرش تركز اكتر من ساعة، عشان ما يبقاش في الضغط العصبي والنفسي والبدني اللي انا عانيت منه زمان وناس كتير عانت منه ولسه بيعانوا منه لحد دلوقتي. رفقا بالعباد، رفقا بالعباد، رفقا بالعباد، علشان رب العباد يستحق ان احنا نرفق لبعض، يعني نبقى رفقاء مع بعض على بعض علشان خاطره هو. الحاجة التانية، بشرح الحمد لله بفضل ربنا زي ما قلت لكم كل حاجة بتتشرح. مش منتج بتنسى، وبعمل معاك خطة مذاكرة على حسب وقتك وعلى حسب شغلك، وبتابعك في الحل، وبقولك قولي ايه المشاكل اللي بتقابلك وانت بتحل، لانك لما بتقولي المشاكل اللي بتقابلك ايه وانت بتحل، انا الحمد لله بفضل ربنا انا المنتور بتاعك، مش بس الانستراكتور بتاعك. بقولك احنا محتاجين نركز على كذا، او ان انت حتى لما بتقولي في مثلا ممكن مثلا ان انت في ناس مثلا تقولي يا ريهام انا لما باجي بحل لو هي الترمينولوجي جاب لي نفس المعنى بس بحاجة تانية انا بتوه، فانا في الشرح ببقى ميك شور ان انا بجيب له الحاجة وبجيب له المرادفات بتاعتها عشان اميك شور ان هو بيعدي بسلام. هي دي الفكرة. فهتلاقي عين طيبة بتحبك في الله عشان تنجح، لانك لما هتنجح هتنشر الخير واليقين في ربنا، لان قصتك هتبقى قصة نجاح، هتدي امل لناس اتسرق ضي الحياة من عينيهم لمجرد ان هم صدقوا حسرات وصدقوا شياطين. فهمتوا ليه بالنسبة لي كورس قصة حياة مش فلوس؟ انا كده تقريبا قلت كل حاجة. ونسيت اقولكوا على حاجة، انت لما بتبقى الشرح بيبقى بالطريقة دي انت بتوفر وقت المذاكرة وبتوفر وقت المراجعة، وكمان بعد ما بتخلص ما شاء الله بتبقى سيرتيفايد بجد، مش بتاخد الحاجة وبتخلصها وتنسى، لان انا واجهت المشكلة دي. كنت CPA وسيرتيفايد وشغالة في برايس ووترهاوس كوبرز بس ناسية. لا، انا مش عايزاك كده، مش لازم يا جماعة نمر بالعثرات اللي الاخرين مروها، لا، انتوا الجيل الجديد يبقى احسن واحلى ان شاء الله بالنور اللي احنا هننور لكم النور بشكل
في حب وفي خبرة وفي علم وفي يقين ان حلمك هيتحقق، اكيد هيتحقق، لان ربنا له ودايما له. اشوفكم على خير، واشوفكم على احلام بتتحقق، سواء خدت CPA معايا او معايا حد تاني، ومع احلام تانية كتيرة بتتحقق لكم بغض النظر هي CPA ولا لا. وعندي وصية ليك اوصيكم بيها، هفكركم بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، سورة البقرة: والله العظيم بتجيب البركة وسحر عجيب، بس خد بالك سرها في سحرها ان انت تواظب عليها، كأنها بالظبط بتحط البركة في حياتك، كأنها زي البنيان المرصوص. اوعى تنسى يوم وما تقولش انها كبيرة، قول يا رب عيني عليها وهتقدر. والله العظيم هتشوف العجب من رب رحيم كريم. مين أصدق من ربنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركها حسرة، فما تجيبش الحسرة لنفسك، ويلا نزرع النور والبركة والأمل والحب. أيوة بحبكم كلكم طبعا، عشان انتوا مخلوقين من روح حبيبي ربنا، كلنا أولاد آدم. بحبكم كلكم، ونفسي كلكم تبقوا مبسوطين وسعداء ومتهنين ونايمين بالليل حامدين ربنا على كل حاجة حلوة في حياتكم. أشوفكم على خير. ريهام.